السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي شفتو انه سبب كبير في الجدل في القناه ديالي، خصوصا التعليقات السلبيه اللي وصلتني بعد ما هضرت على الزواج بين مغربيات وهنود. انا راه جالسه في قهوه تاع الصداع، عاش كي غنكمل. المهم اللي لاحظت انه كاين بزاف ديال الناس اللي كيقولوا تعاليق سلبيه بهذا الموضوع، وكأن المغاربه اللي تزوجوا بهنود والهنود اللي تزوجوا مغربيات كيشكلوا واحد الاستثناء. المهم جبت لكم اليوم بعد من هاد التعاليق السلبيه وبغيت نجاوب عليها، وبالطبع غادي نشرح لكم شويه على علاش المغربيات بالضبط اللي كيواجهوا هاد الانتقادات، وشنا هو الفرق بينهم وبين باقي النساء من جنسيات عربيه اللي تزوجوا من جنسيات مختلفه. باش نبداو خاصني قهوه معكم. المهم بسم الله على بركة الله، يلا نبداو. Take me home to the place I belong. نوعية التعليقات السلبية اللي كتوصلني، أول حاجة بغيت نقول لكم أن التعليقات السلبية هي جزء من أي محتوى كيدار على الانترنت. فكنلقى تعليقات بحال: علاش عايشة في الهند؟ شنو بغيتي تما؟ علاش ما كتركزيش على حياتك في المغرب؟ ما لقيتيش غير هندي ومشنطة؟ الهند فيها غير الزحام والفقر، شنو كتعجبك فيها؟ وكاينين تعليقات بزاف، واليوم هذا الفيديو جيت باش نجاوب عليهم. رسالتي للناس اللي كيتابعوني، بغيت نقول لكم حاجه مهمه. راه هذا المحتوى اللي كندير باش نوريكم شي حاجه جديده، باش نبدل هذوك الافكار النمطيه اللي عند بزاف ديال الناس. ولا كنتي كتتبعني وكتستافد من المحتوى ديالي، مرحبا والف مرحبا بك. ولا ما عجبكش ماشي مشكل، راه كل واحد وكيفاش كيشوف الامور. علاش كيجيو بحال هاد التعليقات؟ سؤال مهم بالنسبه ليا. باش نكون صريحه معكم، كنظن ان التعليقات السلبيه ما كتجيش من فراغ، وكل واحد وعلاش كتب بحال هاد الهضره. خليني نشرح لكم اكثر. اول حاجه ما فاهمينش الفكره ديال الهند، حيت بزاف ديال الناس عندهم واحد الصوره اللي هي قديمه على الهند: الفقر، الزحام، افلام بوليود اللي فيها غير الدراما والشطيح. ولكن اللي ما كيعرفوش هو ان الهند بحال شي كوكب بوحديتو، فيه بزاف ديال العوالم. الناس اللي كينتقدوا المحتوى، خاصه اللي هضرت فيه على الزواج من المغربيه، ما كيعرفوش ان الجانب الاخر كيشد وكيبهر وخاصو تجربه. المغاربه بطبعنا كنبغيو نمشيو للاماكن اللي عارفينها، وبحال اللي نقول اللي ضامنينها، بحال اوروبا، امريكا. ولكن ملي كنقول الهند، بزاف الناس كيحسوها بعيده، غريبه. واش غادي تفهمي اللغه؟ وهنا كيبان الخوف اللي كيتبدل الانتقاد. كاين حاجه واحده اخرى اللي هي واش الغيره ديال بصح ولا اللي عينيهم كبيره. شكون ما بغاش يعيش تجربه جديده، ولكن ماشي اي واحد عنده الشجاعه انه ياخذ هذه الخطوه. بعض الناس ما كيعرفوش كيفاش يعبروا، وكيخرجوا كلام بحال: انت مشيتي للهند اش تستافدي؟ ما فيها حتى شي حاجه. بينما في الحقيقه هما غير باغيين نفس الفرصه، ولكن ما عارفينش كيفاش يقولوها. صراحه كاين بعض الناس اللي غير محتاجين انهم يفرغوا شي شويه ديال الطنز، وكيديروها في التعليقات. وبزاف ديال الناس اللي في التعاليق انهم ما تفرجوش في الفيديو وطالقين علينا السلوكيه. مثلا واحد كيدخل وكيعاير، ولا طريقه ديال الكلام ديالو، ولا كيعبر على شي حاجه اصلا هو ما شايفش الفيديو. كاين هاد النوع ديال الناس اللي كيبغي يضحك ويبين راسو بواحد الطريقه اللي هي زعما عفويه، وكيبقى الامر ماشي ديما سلبي. بعض التعليقات ماشي سلبيه بقدر ما هي تعبير على الفضول، بحال اللي كيسول: واش كتلبسي الصاري كل نهار؟ واش كتاكلي غير المصاله؟ ولا الهنديين كلهم كيعبدوا البقر؟ بحال واحد التعليق اللي جاني: وليتي تتعبدي البقر؟ ما عارفينش بزاف ديال الحوايج على هاد الثقافه. وكنتسنى انني نشرح لكم. تعاليقكم السلبيه ما كتزيدني غير وعي وانفتاح على ثقافات اللي باقي بزاف منا في المغرب ما عندوش هذيك العقليه. دابا ندوز معكم للتعاليق. غتضحكوا وغايبان لكم مدى كي دايره العقليه ديال بعض الناس.
واش ما لقيتي غير هندي؟ هذا تعليق من التعاليق وغادي نجاوبكم عليه. واش كاين شي قانون في الدنيا كيقول لك خاصك تتزوج مع واحد من نفس الجنسيه ديالك؟ بصراحه هذا السؤال كيبان بحال شي واحد كيسولك واش ما لقيتي غير ساندويتش ديال الطون. يعني شنو هذا الربط بين الجنسيه والزواج؟ الزواج ماشي بحال اختيار لون المكرونه اللي غطيبي. فالحب والتفاهم كيجي من شخصيتك ماشي من ورقه ديال الجنسيه. وإلا كان الشخص كيحترمك كيهتم بيك، واش كتظن ان الجنسيه غتعطيك السعاده ولا لا؟ والله حنا في العالم كامل من المغرب الى الهند كلشي كيبحث على الحب والتفاهم. واللي كيتقال ما لقات غير هندي، بحال الا كانت الهند كلها بلاصه ديال الزواج. مع انه الواقع عندهم واحد الثقافه اللي هي غنيه واشخاص اللي هما واعرين. حنا في العصر ديال الاختيارات الحره، والناس من اي جنسيه كانوا عندهم الحق انهم يختاروا شريك الحياه بلا ما يتقيدوا بشي معايير قديمه ومقيده. فالمهم هو التفاهم والاحترام، ماشي شنو الجنسيه ديالك او لا ديالو. واحد تعليق واحد اخر، علاش المغاربه كيعيشوا في الهند؟ واش ما لقاوش شي بلاد ما احسن؟ الهند فيها حاجة مميزة، أنه الشعب اللي هو ظريف، ناس طيبين، وكتلقى ديما الإحساس ديال العائلة حتى ولا أنت بعيد على بلادك. الهند كتجمع بين ثقافات متنوعة وكل واحد كيلقى بلاصتو فيها. وبالنسبة ليا واش بلاد أحسن؟ كل بلاد عندها الحلاوة ديالها، ولكن الجمال الحقيقي هو الإنسان اللي كيصنعو براسو. بلاصتك كتكون زوينة إلا كنتي مرتاح فيها وكتشوف الخير فيها. وبصراحة العيش في الهند كيعلمك بزاف ديال الحوايج زوينين اللي هما الصبر، التعايش مع الناس مختلفين، ثقافات مختلفة، واكتشاف تقاليد وثقافات كتعطي الحياة واحد اللون اللي هو جديد. والمغاربة كيبقاو محبوبين في اي بلاصة مشاو ليها بحكم طبيعتنا الاجتماعية والمرحة. واش ما كاينش شي بلاصة اولا شي بلاد ما احسن؟ الاحسن هو فين تلقى نفسك مرتاح، سواء في الهند ولا اي بلاصة واحدة اخرى. نخليكم مع هذا التعليق. اولا ماشي من حقك تحكم على بنات بلادك ولا على اختياراتهم، وكل واحد حر في حياته واخا ما يعجبكش. ثانيا الزواج من اجنبي ولا مغربي راه اختيار شخصي كيتبنى على الحب والتفاهم ماشي على اساس جواز سفر. وثالثا الا كتهضر على بنات المغرب بالسوء راه كتنسى ان حتى رجال المغاربه كيتزوجوا اجنبيات، وهذا الشيء عادي لانه الزواج فيه طرفين. عوض ما تقبح سعي الناس، حسن ما بينك وبين راسك وحاول تفهم ان كل واحد حر في اختيار حياته. واحد تعليق واحد اخر، ام شنطه عابره القارات اللي جات تقول بسم الله، ولو كان مغربي ترفع من اخرها للسماء. ها ها ها. اللي يقول هذا الكلام راه ماشي ضروري يكون عنده فكره واضحه على معنى العلاقه والاحترام بين البشر. الزواج ماشي مساله ديال الحب، تفاهم والاحترام المتبادل. اليوم العالم كله تقارب، والمغاربه كاينين في كل بقعه من العالم كيتزوجوا مع اجانب، وهذا الشيء ما فيه لا عيب ولا حرام. بالعكس، الانسان اللي اختار يكون سعيد مع شريك من اي دوله فهذا اختياره الشخصي. شوف اخويا، هاد لقب ام شنطه اللي كيتقال على المغربيه اللي مزوجه بهندي او غير هندي راه ماشي غير تحقير، ولكن فضح على العقليه ديال شي ناس اللي باقيين كيشوفوا الزواج بمقياس ديال الفلوس والهدايا. واش كاين شي حد اللي يقدر يختار شريك حياته غير حيت جا ليه شنطه؟ راه الحب والتفاهم هما الاساس، وماشي ديما المصالح اللي كتحكم هاد العلاقات. دابا علاش ما كنسمعوش ابو شنطه على الرجل المغربي اللي كيتزوج باجنبيه، ولا حتى على الرجل الاجنبي اللي كيخلي بلادو وكيجي يتزوج مغربيه؟ واش حيت المغربيه هي اللي كتتعرض للهجوم دائما؟ راه هاد الناس اللي كينتقدوا المغربيه مزوجه بهندي او جنسيه واحده اخرى تيحقروها وما عاطينهاش القيمه الاختيار ديالها. وهذا الكلام فيه بزاف ديال الانحياز، حيت ما كيقولوش نفس الشيء على الرجال، وكيبين ان المجتمع ديالنا عنده معايير مزدوجه كيحكم على المراه بطريقه مختلفه على الراجل. الزواج سواء كان بين مغربيه وهندي ولا مغربي واجنبيه راه اختيار شخصي وكيتبنى على الحب والتفاهم ماشي على الالقاب السخيفه. واخا نبقاو في هذه العقليه القديمه العالم غادي لقدام وخاصنا نكبروا معاه. وفي الحقيقه هاد ام شنطه انا ما عمرني ما سمعتها في التعاليق.
ماشي غير واحد المسمى البسيط ديال المراه كتهز الشنطه ديالها، بالعكس وحده بغات انها تعيش حياه مستوره مطمئنه بلا هموم بلا معاناه. الا كان هذا الاستقرار والطمانينه ولا شي حاجه عيب، الله اعلم. ولا كانت هاد الشنطه اللي هي كتخليها تسافر تقلب على حياه مستقره، واللي غنقول الله يكتب بحال هاد الشنط. واكيد كاينين اللي كيقولوا واش خاص المراه تبقى تدور غير هكا بشنطه ديالها، ولكن واش هاد الناس اصلا عندهم اي فكره على الحياه ديالها، على شنو بغات او شنو كاين في قلبها؟ في الحقيقه ملي تكون المراه مرتاحه ولقمه العيش اللي كتجيها وكتخليها مستوره كيف ما كانت الطريقه، الشنطه ديالها تستاهل. ومن جهه واحده اخرى، واش خاصها تكون ديما في واحد الصراع مع نفسها باش ترضي اللي ما يعجبهمش الحال؟ راه الدنيا قصيره، واللي كيبغي يرضي الناس راه غادي يضيع وقته فشي حاجه اللي ما تستاهلش. الا كان حب هذا الراجل والطمانينه اللي جابتها ليها الشنطه، فالله يبارك في هاد الشنط. عاوتاني ما تنوضوش ليا في التعاليق وتعطوني، لان كل حاجه الا خدمتي عقلك غتلقى ليها جواب. اما بالنسبه انك تستحقر او لا تستهدف نساء سواء مغربيه ولا غيرها، فهذا من قله الهمه عندك، او لا نقص في التربيه ديالك، او لا كاين واحد العقليه اللي باقا قديمه وما قابلاش انها تغير او تعرف. فديما خليك رفقا بالقوارير كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، قبل ما نقول شي حاجه اللي هي ممكن انها تسيء لاي بنت في الدنيا، اي بنت كيف ما كان اصلها او لا كان لونها، فهذيك في الاول وفي الاخر خلقت الله، ظروف تعطات ما عندهاش يد فيها. فخليك ديما رفقا بالقوارير. اخر حاجه اللي غنقول فيها هو ماشي غريب نلقاو ان المغربيات هما الطب اللي كيتزوجوا بالاجانب. وحسب الاحصائيات ديال وزاره العدل المغربيه، كيتسجل سنويا الاف ديال عقود الزواج مع اجانب. اغلب الاجانب اللي كيتزوجوا المغربيات هما من اوروبا، امريكا، ومؤخرا حتى الاسيويين وخصوصا الهنود دخلوا بالخط بقوه. ودابا الا شفنا العربيات، كاين عربيات متزوجات هنود وشي حاجه اللي هي طبيعيه بالنسبه ليا. كاين جزائريات، مصريات، سعوديات، سوريات، تونسيات وغيرهم. وكاين اللي طالع في السوشيال ميديا اللي كنعرفوهم، وكاين اللي لا. وهذا كيبقى في الاخر اختيار شخصي. ولا شنو بان ليك؟ واحد القصه سمعتها من ضمن القصص اللي انا كنعرفهم، من مغربيه مزوجه بهندي. الراجل ديالها ولد عائله كبيره وخدام في مجال ديال التكنولوجيا، وكيقول لها حبيبه ديالي اكثر من السلام عليكم. كنعرف حتى سعوديه مزوجه بهندي، ولكن الراجل ديالها كيطيب ليها اتاي او شاي مصاله كل صباح. وكاينه مصريه اللي تزوجات واحد الزواج حتى هي فاعل تارك بنمط بوليودي. شنو غنقولوا على هذا؟ يعني الزواج من اجانب او من هندي الا غيكون على اساس تفاهم، حب وتقبل للثقافه ديال الغير. ندوز علاش المغربيات. راه حنا عندنا واحد الحاجه اللي هي سبيسيال. الجمال ديالنا متنوع، الشخصيات ديالنا جذابه وكنخدموا داخل الدار وخارجها، صبارات كنبغيو اللي بغينا، تاويلو البريستيج. ورجال الاجانب كيبغيو وحده اللي عندها هاد المواصفات. حتى حنا المغربيات ما كنبغيوش غير الفلوس، عافاكم، كنبغيو راجل اللي يحترمنا ويقدرنا ويكبر بينا. والهنود راه ديما مبهورين بالثقافه ديالنا، كيبغيو الماكله المغربيه، كيعجبهم الكسكسو والطاجين. وهما اصلا كيتزوجوا من مغربيات او عربيات حيت كيشوفوهم شويه بحال الافلام. في الاخير غنقول ان المغربيات عندهم واحد السحر خاص. جينا لاخر الفيديو، شكرا بزاف على الدعم ديالكم وحتى على التعليقات السلبيه اللي عندها دور، حيت كتعطيني فرصه نوضح بزاف. واخا انا عايشه في الهند، راه قلبي ديما مغربي ودمي مغربي، وكندير جهدي باش نمثل بلادي باحسن صوره. وهادشي غتكتشفوه من بعد في الفيديوهات ديالي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو رايكم وتبارطاجيوه مع صحابكم. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.